دفعت التحولات الإقليمية والدولية الأخيرة التي شهدها ملف النزاع في الصحراء وترجيح كفته لصالح المغرب والمبادرات السياسية التي يطرحها لتسوية هذا الصراع جبهة البوليزاريو إلى تهديد بالتصعيد الحربي ضد المغرب. إذ أشار بشرايا حمودي المسمى وزيرا أولا في حكومة جمهورية تندوف إلى أن الوسيلة الأساسية أمام الجبهة هي التصعيد الحربي وتحريك الصحراويين نحو النضال، إضافة إلى تعزيز السياسة الداخلية والعمل على الجبهة الدبلوماسية حسب تعبيره. وأضاف المسؤول الانفصالي في حوار مع أحد المواقع الإلكترونية التابعة لجبهة البوليزاريو أن الأهم في الحرب ليس أسلحة، فهذه الأخيرة لا قيمة لها بمفردها، بل إن الأهم هو من يقاتل على حد قوله، منتقدا في الوقت ذاته الدعم الأوروبي خاصة الإسباني والفرنسي للمملكة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي. وتأتي هذه التصريحات التي اعتبرها مهتمون تحدثوا في هذا الصدد مجرد خطاب لتهدئة الجبهة الداخلية وترجمة لحالة اليأس الدبلوماسي التي يعيشها داعم الطرح الانفصالي في المنطقة، وفي وقت يتزايد الضغط الدولي على جبهة البوليزاريو إذ تتبنى العديد من الدول مواقف مؤيدة لمغربية الصحراء، بينما تواصل الرباط تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع عدد من الدول الكبرى وحشد الدعم لموقفها. وهو الوضع الذي لم يستبعد بعض المراقبين أن يدفع الجزائر راعية الانفصال إلى البحث عن مخرج لمحاولة قلب موازين القوى لصالحها، بما في ذلك التصعيد العسكري ضد المغرب. ليصلكم كل جديد المرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك. إلى اللقاء.